في هذا الفيديو راح نتعلم كيف نسوي صيانة لجهاز جالكسي S6. الأدوات اللي راح نحتاجها: أول شيء آي أوبنر، واللي هي عبارة عن كمادة، قلم سبورة، أوبنر، سمول سكشن كاب، مفك، ملقاط، سبوجر، سبورة ممغنطة، أنتي ستاتيك مات، والسوار الخاص فيها. أول خطوة نتأكد إن الجهاز مطفي. ثاني خطوة نطلع بيت الشريحة. والخطوة الثالثة نسخن الكمادة بالمايكروويف لمدة مو أكثر من 30 ثانية. نمشي الكمادة على الجهاز عشان نوزع الحرارة. وزي ما أنتم شايفين الكمادة موجودة على الجهاز عشان تسيح الصمغ. ونحط السمول سكشن كاب على الغطاء. وباستخدام الأوبنر نحاول نفصل الغطاء عن الجهاز. ونحاول نمشي الأوبنر حول الغطاء عشان نتأكد إنه مفصول من جميع الجهات، لأن لو صار ماسك في جهة ممكن نكسر الغطاء وإحنا نرفعه. وبكذا فصلنا الغطاء عن الجهاز. الحين نفك المسامير الخاصة بالهيكل، وهي عبارة عن 13 مسمار. ونكتب على السبورة مصدر هالمسامير واللي هو الهيكل. والحين نحاول نضغط على الجهاز إلى تحت. وزي ما أنتم شايفين ماسك الهيكل من برا، وأحاول أدف الجهاز من ورا. وهنا فصلنا الهيكل عن الجهاز. أول وأهم خطوة نفصل كيبل البطارية، وبعدها نحاول نفك البطارية عن الجوال، وبهالطريقة فصلناها كلياً. عشان نفك الكاميرا الأمامية نفصل هذا السلك الخاص بالكاميرا الأمامية، وبكذا فصلناها. ونكتب اسمها على السبورة. عشان نفك السماعة الداخلية نفك هذا الكيبل، ومن فوق نحاول نفصل هذا الجزء بشكل لطيف عشان نقدر نشيل السماعة. وبعد ما فصلناها عن الجهاز لا ننسى نكتب اسمها. وبعد ما فكينا الكاميرا الأمامية والسماعة الداخلية، الحين نفك الكاميرا الخلفية. أول خطوة نفصل كيبل الشاشة، وثاني خطوة نفصل كيبل التاتش، وبكذا نوصل للخطوة الثالثة اللي هي نفصل كيبل الشبكات الخلوية. بهالخطوات تخلينا نقدر نقلب المذر بورد. وبفصل كيبل الكاميرا الخلفية نكون فصلناها عن الجهاز، ونكتب عليها الكاميرا الخلفية. تعلمنا في هذا الفيديو كيف نفصل الغطاء باستخدام الكمادة، كيف نفصل الهيكل بفك المسامير، كيف نفصل البطارية، الكاميرا الأمامية، السماعة الداخلية، وآخر شيء الكاميرا الخلفية.